السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان، كما كان موضوع الساعة، كما كنقولوا موضوع الساعة هذا، يعني الفيسبوك كيتحدث فين ما مشيتي كتسمع هذا الخبر وهذه القصة العجيبة والغريبة. يعني قصة ربما تتحول إلى أفلام على ما أظن. قصة الأخ مع هذه المدعوة إكرام. أن في الحقيقة ما نقدرش نقول أخت إكرام، لأن اللي فعلته هذه ما يفعلوش اليهود والنصارى. اليهود والنصارى عندهم واحد الغيرة، ما يقدروش يديروا هادشي. والله الحيوانات ما ديرش هادشي هذا اللي دارت هاد الإنسانة هادي. والغريب في الأمر أن يعني لو كانت واحد الخيانة عادية، يعني واحد الخيانة تقدر تقبلها، أما تشوف وحدة نشرة واحد الفيديو في الانترنت جايب وصل لمليون مشاهدة، كتحدث ان احد الاخوة كيصورها وكيسولها اذا كان معنا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة هذه، تقول الاخت انهارت بالبكاء وكأنك ترى صحابية من الصحابيات في عهدنا هذا. احق الله العظيم فيديو. انا في الاول فاش تفرجت في الفيديو يعني شدني واحد كما كنقولوا قشعريرة. انا كنت تصنت لذاك الاخت، جالس كنشوف كان هذاك شويه كنشوف القول ديال الاخ وكيفاش كيحكي وكيفاش لخص داك القصه ديالو معاها وكي دار فاش جابها وكيفاش طلع امريكان، وهي الامر هي الهم ديالها الوحيد هو امريكان. بغات توصل لامريكان كأن امريكان هي الجنه عند شي اشخاص. يعني ما عندي ما نقول. يعني باش تهضر ولا يعني هذه واحد البادرة انك تهضر وتتكلم وترد وتكدا وتتعاطف مع الاخ. انا كنتعاطف مع الاخ ماشي لانه رجل مثلي، يعني اللي طرالو راه ماشي ساهل على اي رجل. انا اللي تشد في قلبي هذا النهار، انا جالس كنشوف في الانترنت كنلقى رد اكرام الثاني على زوجها: سأفضح أختك وأنشر صورها للعالم وداك الهضرة. شوية كنشوف أن قناة جالسين يعني مستضيفين فيها شيوخ ومحامية واتصالات، أن الأخت الصحفية جالسة كتضامن مع إكرام وكتدافع عليها، وبأنه ما يمكنلوش ينشر الصور ديالها والأخت كذا وكذا وكذا. يعني أنا نشوف واحد الباطل نسكت، ما قدش نهضر نسكت. باطل نشوفو صافي وندوزو ما نهضرش. اما باش نشوف واحد الباطل ونجلس نزيد نأيدو ونزيد نصفقلو ونزيد يعني هذا راه شنقول لك، راه لا اله الا الله. انتينا الا سكتي ما تحاسبيش، ولكن الا هضرتي تتحاسبي على هاد الهضره هادي. راه كنتحاسبوا على هضرتنا. راه اي كلمه راه عندها واحد الوزن. تقدر الكلمه تدخلك لجهنم، تقدر الكلمه تدخلك للجنه. يعني باش نطلع انا ونبقى نأيد واحد الباطل ونبقى نلقى واحد المبررات، راه ما كاينش شي مبرر اني نلقى واحد نبرر وحده خانت راجلها. يعني هذا راه لا يعقل. وخصوصا داكشي اللي كيحكي داك الشخص وانا بصراحه من خلال الكلام ديالو يعني انا كنتعاطف معاه. باين واحد الانسان انه انسان طيب، انسان راه من نظره تقدر تحكم عليه. راه يعني الا كان واحد انسان طيب كذا راه كيدخل في القلب. تجي نتينا وديري به داك الشيء وتحوليه باش تمشي تخونيه مع يهودي، مع نصراني، مع كافر امريكاني، وفي الاخر يسمح فيك، في الاخر يسمح فيك لانك خائنه. خائنه ما يقدرش يكمل معك. وانا كنتمنى من الاشخاص اللي كيطلعوا كيردوا وعندهم واحد الغيره واحد سميتو، يعني ما تزيدش تعاطفوا مع الشر. انسانه خانت راجلها، خانت واحد الثقه، خانت ربها، خانت الرسول ديالها، خانت الدين ديالها، خائنه ديال والديها، خائنه ديال الثقه ديال شحال من حاجه. نوض انا نتعاطف معاها ونبقى نقلب لها على مبررات. الله يهديها والله يغفر ليها والله يتجاوز عليها. وباش نوض نتعاطف معاها لا، ليها بهدايه. هذيك حط انتي بلاص راسك، ولا حط انت راسك اللي كتدافع على هاد
اكرام حط راسك في بلاصة هذاك الشخص اللي تعرض لديك الخيانة. فوقات الخيانة خيانة، وماشي ليه رزقه، ومكرفص في صحته. السيد دخل السبيطار، مستشفى يعني. انا كشفنا صمام هاد القلب ومرون في حياته، وزيد غنتعاطف مع وحده وجايده وخنتيه ومشيتي بحالك، ودي ليه رزقو، ديلو الدب ديالو، الريحه الاخرى ديالو، البارفانات ديالو طامعه فيهم واخداهم. علاش؟ ماشي حرام؟ ولا ايه راه خيانة انك تسمحي في الراجل ما عنده واحد الظروف انه مسافر لبلادو، يرجع ما يلقاكش، ولا يجي اتصال من خصوص صغيرة، راه اكرام هزت حوايجها ومشات وكذا. راه لا يعقل، راه حشومة نطلعو ندافعو على واحد الباطل وراه باطل. وبخصوص هاد القنوات اللي لا حول ولا قوة، كتلقاها قنوات يعني اللي شنو نقول لك، تنويم الاشخاص. يعني هاد القنوات هادو كنشوفوهم يعني يوميا كيمدحوا في الناس اللي كتقتل. كيمدحوا في السيسي. السيسي قتل العشرات د المصريين، اخواننا المصريين قيلوا كيأيدوه السيسي اللي دمر مصر قيلوا كيأيدوه. في وقت ان اردوغان في تركيا اللي يعني كيحمي مصالح المسلمين شنو نقول لك، كيخدم بالليل وبالنهار، كيقيلوا كيطعنوا فيه، هو انقلاب وكذا وباغي يمشي لجوء سياسي وكذا. شا الناس راه اليوم دنيا غدا اخره، راه غدا اخره، راه ما تدي معاك لا تا شي لعبه، راه ما ينفعك لا سيسي لا اكرام. انت دابا كدافعين على هاد اكرام. اكرام فاش غادي تفيدك؟ يلا، اكرام خانت راجلها ومشات الميريكان وعايشه مع واحد اخر كتزني معاه في الحرام. انت شنو غتستافدي من هادشي هذا؟ شنو غتاخدي من هادشي هذا؟ ضميرك مرتاح دابا؟ ضميرك مرتاح انك تطلعي تدافعي على خائنه وتكمل على اخي؟ يدخل يتفرج الاخ، يدخل اللي طرالو اللي تعرض لهاد الخيانه، يدخل يتفرج يشوف كتهضري، تحزيه في القلب ديالو. يعني غادي تزيد تألميه، يعني هو براسو يزيد يتألم من جهتك. أسقيت هي ذنب آخر، حشومة وعيب وعار. والله يهديك الأخت، والله يهدينا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.